هنتكلم عن مذبحة الكلية الفنية العسكرية في عهد الرئيس السادات. الهجوم على الكلية الفنية العسكرية كان بعد 6 شهور بس من حرب أكتوبر، ودي حاجة كانت سبب في استغراب ودهشة المصريين كلهم، مش المصريين وبس، ده كل الشعوب العربية. وبيسألوا مين اللي هاجم طلاب الكلية الفنية العسكرية بعد 6 شهور بس من انتصارهم في حرب أكتوبر. فطبعا أول إجابة خطرت على بال المصريين إن اللي ورا الهجوم ده إسرائيل، هي إسرائيل مفيش غيرها. وفي ناس تانية تقول لا، دول أكيد الجماعات الإسلامية. بس إزاي الجماعات الإسلامية، وخاصة إن علاقتهم مع الرئيس السادات بعد الحرب بقت زي السمنة على عسل؟ وفي ناس تقول لا، ولا إسرائيل ولا الجماعات الإسلامية، ده أكيد رئيس ليبيا القذافي، لأنه مش موافق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. بس برضه إيه يخلي القذافي يقتل طلبة مصريين في كلية عسكرية لسه بيدرسوا إذا كان خلافه مع الرئيس نفسه؟ يعني الكلام مش منطقي خالص. المهم كل شوية من الشعب المصري لهم رأي تاني خالص عن الشوية التانيين، لحد ما عقلهم يعني كان هيتجننوا من كتر التفكير ومن اللي حصل. ده مين اللي عمل كده وليه حصل كده أصلا؟ حقهم، ما الطلاب اللي ماتوا دول عيالهم برضه. وكمان الحكومة ما طلعتش على طول وقالت ايه اللي حصل، لا ده قعدت فترة طويلة لحد ما الدولة المصرية بدأت تتكلم وتحكي عن اللي حصل وليه حصل. قالت ايه بقى؟ قالت ان نفذ الهجوم ده مصريين، واللي تزعمهم موظف في الجامعة العربية عندنا هنا في القاهرة. وهنا كانت الصدمة أكبر للشعب المصري. ازاي مصريين هم اللي يهاجموا كلية عسكرية ويقتلوا اخواتهم؟ وازاي اللي بيتزعمهم يكون موظف في الجامعة العربية؟ يعني المفروض ده حد مثقف جدا وكمان واعي جدا. والأهم والأخطر من ده كله، عملية زي دي محتاجة تخطيط طويل جدا وكمان إمكانيات كبيرة قوي قبل تنفيذها. احنا بقى كنا فين من كل التخطيط والتجهيزات اللي بتحصل دي قبل الهجوم ما يحصل أصلا؟ أيوة، نخلينا في الأسئلة دي بقى لأنها مهمة جدا وعايزين لها إجابة عشان الشعب المصري اللي هيتجنن ده من اللي حصل في أولاده. الدولة المصرية حكت اللي حصل في بيان أصدره النائب العام وقتها، قال فيه إن قائد التنظيم اللي نفذ الهجوم ده اسمه صالح سرية. صالح سرية ده يبان عليه إنه محترم جدا وكمان مثقف جدا جدا، وراجل معاه دكتوراه في التربية والمناهج التعليمية، بيشتغل موظف في الجامعة العربية ومفيش عليه أي شبهة جنائية. ايه بقى يخلي الراجل ده يقتل مصريين اذا كان هو كمان مصري زيهم؟ يعني اللي قتلهم دول اخواته اصلا. قالوا لا، هو مش مصري اصلا، هو بيشتغل في مصر لكن مش مصري، ده مواليد فلسطين وتحديدا في مدينة حيفا. ووقت ما كان عايش في مدينة حيفا اتقابل مع واحد اسمه تقى الدين النبهاني. تقى الدين النبهاني ده هو اللي أسس حزب التحرير الإسلامي. طب ليه الحزب ده اتأسس أصلا؟ هنا بقى كان في رأيين، ناس تقول إن الهدف منه هو تحرير فلسطين، والرأي التاني بيقول إن الحزب ده مجرد امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، بس انشق عنهم بعد كده بسبب اختلافات في اتخاذ القرار. بالبلدي كده جماعة الإخوان على مدار تاريخها كانت ماشية بمبدأ إن اللي ما ينفعش بالسياسة ينفع بالسلاح، لكن لازم تجرب السياسة الأول. بس حزب التحرير الإسلامي كان شايف إن السياسة كلام فارغ، وإقامة الدولة الإسلامية مش هينفع ومش هتتم غير بالسلاح. لازم توقع الأنظمة الحربية كلها وتسرق منهم السلطة عشان تقدر تعمل الدولة الإسلامية. ده كان فكر حزب التحرير الإسلامي، وخليكم فاكرين النقطة دي عشان هنرجع لها كمان شوية. الناس في حزب التحرير الإسلامي شايفين إن لازم يسرقوا السلطة من الحاكم بالقوة عشان يقدروا بعد كده ينشئوا الدولة الإسلامية. خليكم فاكرين التفصيلات المهمة اللي بقولها دي عشان نرجع لها تاني.
جه بقى صالح سرية اللي هو متأثر بأفكار حزب التحرير الإسلامي، وبدأ يتنقل بين المنظمات الفلسطينية، وبعد شوية سابهم وراح انضم للحزب الشيوعي في الأردن، وبعد شوية سابهم وانضم لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد كده سافر للعراق سنة 1960 وفضل عايش هناك لحد ما خد الجنسية العراقية. وبترشيح من الأمين الحسيني رئيس الهيئة العربية العليا لفلسطين قدر ينضم لدورة ضباط احتياط في العراق، وبدل ما يتصلح حاله لا، راح انتزعم مجموعة من عناصر مهمتهم تنفيذ الاغتيالات السياسية. المهم جت الأجهزة الأمنية في مصر لما أخيرا قررت إنها تحكي لنا حصل في الكلية الفنية العسكرية، نشرت صورة قديمة لصالح سرية وهو لابس البدلة العسكرية، كان وقتها برتبة نقيب، وكمان نشرت صورة للطاقة العضوية بتاعته أيام ما كان في جبهة التحرير الفلسطينية. طب في سؤال مهم ممكن تسألوهولي، هو إيه بقى؟ الجامعة العربية اللي كان موظف عندها فين من كل تاريخه المنيل ده، وإزاي وظفته أصلا؟ الجامعة العربية قالت إن صالح سرية اشتغل عندها سنة 71، وده كان بعد ما هرب من الأردن على العراق، وبواسطة من منظمة التحرير الفلسطينية وافقت العراق إن هي تديله الجنسية العراقية، وبالتالي هو جاي لنا مصر على إنه عراقي وأوراقه سليمة، جنسيته تمام، يعني كل أوراقه تمام. كمان لما جالنا الجامعة العربية كان جاي كباحث علمي مع شهادة الدكتوراه في التربية والمناهج التعليمية، يعني مفيش حاجة تخلينا نشك فيه أصلا. يعني الجامعة العربية من الآخر بتقول إنها ما ذنبهاش حاجة وما كانتش تعرف عن تاريخه الأسود ده أي حاجة، وإنها بره اللي حصل كله. وبعد كده الأجهزة الأمنية في مصر بعد هجوم الكلية الفنية العسكرية قدرت تقبض على صالح سرية. ازاي بقى اتقبض عليه؟ هحكي لكم كمان شويه. المهم لما قبضوا عليه سالوه سؤالين. اول سؤال انت ليه عملت كده؟ السؤال الثاني ازاي عملت كده؟ قال لهم عملت كده عشان استولي على الحكم واقيم الدوله الاسلاميه، ودي كانت اجابته عن السؤال الاول. اجابه السؤال الثاني ازاي عملت كده بقى؟ قال لهم الخطة كانت إننا نهاجم الكلية الفنية العسكرية بعد نص الليل، وبعد ما نخلص على كل الطلبة والضباط اللي في الكلية بالسكاكين والمطاوي نفضل مستخبيين في الكلية لحد الصبح، وده على ما يوصل مدير الكلية هو وباقي الضباط، وبمجرد ما يوصلوا نأسرهم ونسرق مخازن السلاح وناخد عربياتهم عشان نقدر ندخل بيها مقر اللجنة المركزية اللي الرئيس السادات هيجتمع فيه مع أعضاء اللجنة المركزية. تقريبا اللي عمل الخطة دي كانت هربانة منه على الآخر. نكمل. طب وهتدخل اللجنة المركزية دي ازاي بقى؟ قال هنفهم الحرس إن قاعة اللجنة المركزية فيها قنابل ولازم ندخل عشان ننقذ رئيس الجمهورية، وأول لما نوصل له ناخده رهينة ونجبره بالتنازل عن حكم مصر من خلال أجهزة الإذاعة الموجودة في اجتماع اللجنة المركزية، ونعلن إن احنا استولينا على حكم مصر وأقمنا الدولة الإسلامية. لا يا شيخ احلف، خياله واسع قوي صالح سرية ده. المهم كمل يا صالح، وقال إنه عشان ينفذ خطته كان لازم يجند شباب مصريين عشان يساعدوه في تنفيذ الخطة، والأوحش بقى من ده كله إنه قدر يجند طلاب من الكلية الفنية العسكرية. الكلية الفنية العسكرية نفسها قدر يجند منها طلاب عشان هما اللي هيسهلوا له عملية الاقتحام. طبعا ضحك عليهم باسم الدين وإقامة الدولة الإسلامية، بس هيعمل كده ازاي لوحده؟ فراح متصل بمجموعة من قيادات الإخوان المسلمين في مصر عشان يعرفهم بنفسه وبخطته في الاستيلاء على حكم مصر وإقامة الدولة الإسلامية فيساعدوه. هو قال كده، وحسب اعترافاته إن من بين القيادات دول المستشار حسن الغضيبي مرشد عام جماعة الإخوان، والشيخ محمد الغزالي مستشار وزارة الأوقاف، والسيدة زينب الغزالي ودي كانت
واحدة من أهم وأشهر أعضاء جماعة الإخوان على مدار تاريخ الجماعة. وقال صالح سرية إنه قابلهم وعرفهم بنفسه وبخطته اللي هدفها إقامة دولة إسلامية بعد الاستيلاء على حكم مصر. طبعا بعد ما تم القبض عليه كان المستشار حسن الغضيبي توفي قبلها بشهور، فمحدش قدر يعرف إن ده حصل فعلا ولا ده كان ادعاء من صالح سرية. بس السيدة زينب الغزالي كانت عايشة وقتها، أصدرت بيان تنفي فيه من خلال البيان ده علاقتها بصالح سرية أصلا، وإنها كمان ما كانتش تعرف بالجريمة اللي نفذها، وإن الجريمة اللي عملها سرية ما ترضاش بيها، وإنها تفدي مصر بروحها، وإنها تستنكر الاعتداء على أي جندي مصري لأن ده جيشنا العزيز اللي رفع كرامة بلادنا. هي قالت كده كلام طبعا زي الفل. اما الشيخ محمد الغزالي فهو كمان اصدر بيان قال فيه ان هو عمره ما قابل صالح سرية اصلا، وان اسلوبه الوحيد في الدعوة الاسلامية هو العمل لخدمة الاسلام بالفكر والاقناع، وانه عمره ما فكر حتى انه يتآمر على الرئيس المؤمن محمد انور السادات. كلام جميل قوي كمان. نرجع بقى لصالح سرية نفسه، قال في اعترافاته انه بمجرد وصوله مصر أسس تنظيم اسمه شباب محمد، وهنا كان الهدف من الاسم انه يبعد عن نفسه وعن التنظيم بتاعه اي شبهة علاقة بحزب التحرير الاسلامي، واللي كان مشهور وقتها بعنفه وتطرفه. وبالتالي صالح سرية كان محتاج لتنظيم جديد باسم جديد يساعده في جذب الشباب مش تخويفهم. تخيلوا معايا لو انا جيت قلت انا هعمل تنظيم اسمه داعش وعاوزك تنضم له، هتعمل ايه؟ طبعا هتروح تبلغ عني اكيد. طب ليه هتروح تبلغ؟ لانك على مدار سنين فاتت ما شفناش من تنظيم داعش غير الدم والحرق والقتل، فانت اصلا كرهه ورافضه وخايف منه. اما بقى لو قلت لك انا هعمل تنظيم اسمه شباب محمد والهدف منه نشر تعليم الاسلام بين الشباب، طبعا هتقولي ايدي على كتفي. وهو ده اللي عمله صالح سرية، بدأ يستغل مركزه التعليمي والاجتماعي كباحث علمي حصل على شهادة الدكتوراه في التربية والمناهج التعليمية، ده غير مركزه الوظيفي في جامعة الدول العربية، وبدأ يلف على الجامعات ويتكلم مع شبابها، يتكلم معاهم عن دور التعليم وأهميته. وبمجرد ما كان يحس إن الشاب اللي قدامه اتبهر بيه وبعلمه يبدأ يتكلم معاه واحدة واحدة عن علوم الدين وتعليم الإسلام. ولو حس إن الشاب اللي قدامه استجاب له يقول له إيه رأيك تبقى من شباب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، تنشر تعليمه بين شباب المسلمين وتكون من صحبته في الجنة. وخلينا نقول إن الجملة دي كانت كفيلة إنها تخدع كتير من الشباب. تخيل لو حد يقول لشاب زي ده هتكون من شباب سيدنا محمد في الأرض وصحبته في الجنة، مفيش أكتر من كده أي شاب عايزه، فطبعا هيمشي وراه على طول وهو مغمض عينيه. بس السؤال اللي المفروض الشباب دول كانوا سألوه صالح سرية، هو انت مين عشان توزع الجنة والنار على الناس زي ما انت عايز اصلا؟ ومين اصلا ادالك ترخيص عشان تتكلم باسم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام؟ وبأي حق اصلا تتكلم باسم سيدنا محمد؟ هي دي الاسئلة اللي المفروض كانت تتسأل لصالح سرية ده، بس للأسف ما حد سألها. وانضم له وقتها اكتر من 100 شاب مصري من مختلف الجامعات، لدرجة ان في شباب منهم كانت تربطهم صداقة بطلاب من جوه الكلية الفنية العسكرية. والاخطر من كده انهم قدروا يقنعوهم بالانضمام للتنظيم، وده كان مكسب كبير جدا لصالح سرية. حقه يفرح، قدر يجند طلبة من جوه الكلية الفنية العسكرية، يعني بقى معاه مفتاح من مفاتيح الكلية. والطريف بقى ان عشان صالح سرية يقنع الشباب اللي انضموا له ان هو فعلا بيعمل كده من اجل دين الله ولا شيء غير دين الله، قال لهم انه معهوش اي فلوس يمول بيها التنظيم اصلا، وان واجبهم قدام ربنا يحتم عليهم تمويل التنظيم من مالهم الخاص.
ده غير ان اللي هيعمل كده هيكون لأجر اعلى من اللي هيجاهد بس بروحه ودمه. الشباب استجابوا الكلام لدرجة ان واحد منهم راح باع دهب مراته واتبرع بيه للتنظيم. خليكوا فاكرين اللي باع دهب مراته ده عشان هنرجع له تاني بعد شوية. وصالح سرية كان حريص جدا على السرية والكتمان عشان مفيش اي حد من الاجهزة الامنية تعرف بحاجة عن التنظيم. فقسم الشباب اللي انضموا له لمجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 عناصر وكل مجموعة لها امير، ومفيش اي مجموعة تعرف حاجة عن باقي المجموعات. وده عشان يضمن ان لو اي مجموعة اتقبض عليها ما تقدرش تبلغ عن باقي المجموعات. وكان التواصل الوحيد بينه وبين مجموعات التنظيم عن طريق امراء المجموعات. امراء المجموعات دي عشان برضه يقلل عدد الناس اللي تعرفه، وبالتالي يضمن ان محدش يقدر يوصل له بسهولة. وهنا في سؤال اتسأل لصالح سرية من ضباط امن الدولة: قدرت تجند مين في الكلية العسكرية؟ قال لهم: جندت مجموعة عناصر واخترت منهم طالب اسمه كارم الأناضولي عشان يبقى أميرهم. طب كنتوا بتتقابلوا فين؟ قال لهم: كنا بنتقابل في الأماكن العامة زي القهاوي، الجناين، المساجد. بس بعد ما جندنا طلبة من الكلية الفنية العسكرية بقينا نتقابل في شقة واحد منهم في الجيزة، وده عشان كان عايش فيها لوحده. ده غير انه طالب في الكلية الفنية العسكرية، يعني محدش هيشك فيه. وصالح سرية اعترف كمان انه ما كانش بيجند الشباب في التنظيم ويكتفي بكده بس، لا، ده كان بيختبرهم من وقت للتاني عشان يضمن ولائهم خلال تنفيذ العمليات اللي بيخطط ليها، ويتأكد ان محدش منهم هيخون ويبلغ عنه. طب هو كان بيتأكد من ولائهم ازاي؟ هقول لكم. كان من وقت للتاني بيكلف امراء المجموعات انهم يختاروا عناصر من مجموعتهم ويطلبوا منهم يشيلوا شنط المفروض ان الشنط دي فيها متفجرات او سلاح، ويعدوا بيها من قدام اقسام الشرطة ومديريات الامن. والعنصر اللي يوافق يعمل كده يبقى مخلص للتنظيم وعنده استعداد يضحي بنفسه عشانه. الغريب بقى ان كل العناصر نفذت المطلوب منها ومفيش ولا واحد رفض او خاف من المطلوب منه. وده يدل على قوة صالح سرية في الإقناع، وكمان بيدل على الجهل اللي كان بيعاني منه الشباب اللي انضموا لصالح سرية. وغريب جدا إن للدرجة دي مش قادرين يفرقوا بين عبادة ربهم وبين القتل اللي ربنا حرمه، وكمان رايحين يقتلوا زمايلهم في الكلية. جهل وضعف على الآخر. وقبل تنفيذ العملية بكام ساعة اتجمع 18 عنصر من عناصر التنظيم في العباسية بالقرب من الكلية الفنية العسكرية، وال18 عنصر دول هم اللي اختارهم صالح سرية بعد كل التجارب اللي عملها لهم عشان يختبر ولائهم. وكان من بين الشباب دول الشاب اللي باع دهب مراته واتبرع بثمنه للتنظيم، قلت لكم عليه من شوية. وكل ده وصالح سرية لسه ما قالهمش انهم هيقتحموا الكلية الفنية العسكرية، ولا عرف حد فيهم خالص، كنوع من الحفاظ على سرية العملية. وبعد ما جمعهم في ميدان العباسية قبل التنفيذ بكام ساعة بدأ يتكلم معاهم عن الجهاد وفضل الجهاد وحور العين وإقامة الدولة الإسلامية وكل الكلام اللي بيضحك عليهم بيه. لكن برضو الشباب مش فاهمين حاجة. انت جايبنا ميدان العباسية عشان تقول لنا الكلام ده؟ ما انت كل مرة بنتقابل فيها بتقول لنا الكلام ده. لما نتقابل في المسجد او القهوة او الشقة اللي بنتقابل فيها، ايه علاقة العباسية بالموضوع ده اصلا؟ فكمل صالح سرية كلامه وقال لهم ان اول خطوة في اقامة الدولة الاسلامية وتطبيق شرع الله هو اننا نسيطر على حكم مصر. طب هنعمل كده ازاي؟ قال لهم هنعتقل رئيس الجمهورية
وهنعلن إقامة الدولة الإسلامية. قالوا له برضه هنعمل كده إزاي؟ قال لهم إحنا هنقتحم الكلية الفنية العسكرية، وانت يا كارم، يقصد كارم الأناضولي، الطالب في الكلية الفنية العسكرية، مهمتك انك تاخد الاكل والعصير ده وتقدمه للحراس بتوع الكلية الفنية العسكرية. انا حاطط فيه منوم، بمجرد ما ياكلوا ويشربوا هيناموا على طول. تستخدم الكشاف ده عشان تدي اشارة لزمايلك اللي مستنيينك بره الكلية فينفذوا الهجوم، وانتوا يا شباب خدوا السكاكين والمطاوي دي وهجوموا على الكلية، اللي يحاول يوقفكم اذبحوه. طب ادينا مسدسات وبنادق. قال لهم غلط، لان البنادق والمسدسات هتعمل صوت، ولو حد سمع صوت طلقة واحدة جوه الكلية الفنية العملية كلها هتبوظ. فلازم نستخدم السكاكين عشان ننفذ العملية من غير ما حد يحس بينا خالص، وبمجرد ما الاقتحام يتم والعملية تنجح باقي المجموعات هتدخل لكم الكلية عشان ينضموا ليكم. وأول حاجة تعملوها بمجرد ما تدخلوا الكلية افصلوا كابل الكهرباء، وبعدها استولوا على مخازن السلاح والذخيرة، وتفضلوا مستخبيين جوه الكلية لحد الصبح. وبمجرد مدير الكلية يوصل هو وباقي الضباط تاخدوهم رهاين بالسلاح اللي هتلاقوه في مخزن السلاح، وبعدها تاخدوا العربيات بتاعتهم وتلبسوا البدل العسكرية بتاعتهم وتطلعوا على اللجنة المركزية اللي الرئيس السادات هيبقى مجتمع فيها مع أعضاء اللجنة. طب انت مش هتبقى معانا؟ كل اللي يحصل ده وما تبقاش موجود؟ مش عاوز تشارك في الصواب والجهاد ده؟ قال لهم انا هبقى معاكم بقلبي، انا هقابلكم عند اللجنة المركزية. تمام يا شباب؟ قالوا له تمام. قال لهم اتوكلوا على الله. طلع الشباب كلهم متقسمين لمجموعات على الاماكن اللي حددها ليهم صالح سري عشان يستنوا اشاره زميلهم كريم الاناضولي طالب الكليه الفنيه العسكريه اللي هيدي المنوم للحراس بتوع الكليه وينور لزمايله بالكشاف من جوه عشان ينفذوا الهجوم. لكن من بين كل اعضاء التنظيم اللي وافقوا ينفذوا العمليه واحد بس ما عجبوش الكلام، وقرر انه يهرب منهم ويطلع جري على بيت الرئيس السادات في الجيزه عشان يبلغ عن صالح سري واعضاء التنظيم. الحمد لله في واحد فيهم رجع له عقله، بس للاسف الحراس بتوع الرئيس ما صدقوش كلامه وخدوه وسلموه لمباحث امن الدوله عشان هم اللي يحققوا معاه. وفضلت اجراءات التحقيق معاه ماشيه بشكل روتيني لحد ما الهجوم حصل فعلا. طب مين الشاب اللي رجع له عقله ده؟ ده الشاب اللي بعدها بمراته واتبرع بيه لتنظيم صالح سريا، او المعروف مجازا باسم تنظيم شباب محمد. وكريم الاناضولي سلم الاكل والعصير للحرس بتاع الكليه على البوابه الرئيسيه واتاكد ان هم فعلا كلوا وشربوا العصير كمان، وطلع ادى لزمايله في التنظيم الاشاره بالكشاف. وفعلا بدا الهجوم، لكن المفاجاه ان حرس الكليه اللي كانوا الاكل اللي فيه المنوم ما ناموش، لان كميه المنوم في الاكل كانت قليله، ودي كانت اول غلطه يغلطها صالح سريا. فحصل اشتباك بين حرس الكليه وعناصر التنظيم، لكن هنا يحصل خيانه من جوه الكليه الفنيه العسكريه. ازاي بقى؟ عناصر التنظيم اللي هم طلاب في الكليه ساعدوا زمايلهم اللي نفذوا الهجوم من بره على انهم يخلصوا من حرس الكليه، وفعلا قدروا ينفذوا الاقتحام ووصلوا لكابل الكهرباء وفصلوه. لكن حصلت مفاجأة، لما حرس مخزن السلاح اشتبكوا مع عناصر التنظيم ضربوا نار. وضرب النار هنا معناه ان الخطة فشلت، الهجوم كله فشل، لان مع اول طلقة نار اتضربت اللي باقي من حرس الكلية بالطلبة بالضباط كلهم صحيوا من النوم وجريوا على مكان الاشتباك يشوفوا ايه اللي بيحصل ده، والكل صرخ بكلمة واحدة: حرس سلاح. وهنا عناصر التنظيم هم كمان استخدموا
البنادق اللي سرقوها من حرس الكلية اللي ذبحوهم بسكاكين، وتحولت الخناقة من ضرب بالسكاكين لضرب بالنار بالسلاح الآلي، وبالتالي عدد الشهداء من طلاب الكلية والقتلة من عناصر التنظيم بدأ يزيد، لدرجة إن المذبحة دي راح فيها 11 واحد واتصاب 27. لكن في النهاية طلاب الكلية الفنية قدروا يسيطروا على الموقف ويقبضوا على عناصر التنظيم اللي نفذوا الهجوم. طب فين صالح سرية وقت تنفيذ الهجوم بقى؟ كان واقف مع باقي أعضاء التنظيم بره الكلية بيراقبوا اللي بيحصل، وأول لما سمعوا ضرب النار عرفوا إن الهجوم فشل، فأمر عناصر التنظيم بالانسحاب، كل واحد يروح على بيته وممنوع يتصلوا ببعض خالص لحد ما يبعت ليهم ويجي لهم أوامر جديدة. وكل شوية بيظهر لينا غباء صالح سرية ده، إن هو يهرب وكمان يهرب عناصر التنظيم ويروح بيته عادي خالص كأنه ما عملش أي حاجة. وتاني يوم الصبح لبس بدلته وخد شنطته وطلع على شغله في ميدان التحرير ولا كأنه حصل أي حاجة خالص. هو كان متخيل إن لما يتصرف بشكل طبيعي وروتيني محدش هيشك فيه، لكن اللي حصل إن العناصر اللي نفذوا الاقتحام كانوا عارفينه أصلا، لأنه كان على تواصل مباشر معاهم، وبالتالي النتيجة إن أول لما وصل شغله لقى ضباط مباحث أمن الدولة مستنيينه جوه مكتبه، وتم القبض عليه، وبمجرد ما اتقبض عليه اعترف بكل حاجة، وكمان هو بنفسه سلم ضباط أمن الدولة نص البيان اللي المفروض كان هيذيعه بعد إذاعة بيان اعتقال رئيس الجمهورية وإعلان الدولة الإسلامية. يعني كان هيذيع بيانين، الأول بيان اعتقال رئيس الجمهورية، أما البيان الثاني الغريب فيه إنه ما كانش بيخاطب الشعب المصري اللي هو أصلا المفروض سيطر على بلده، بالعكس تجاوز الحدود المصرية وبدأ يخاطب الأمة الإسلامية كلها. مثلا بدأ البيان بجملة أيها الأمة المجاهدة الصابرة، وكان خاتم البيان بتوقيع رئيس الجمهورية الإسلامية. نعم بتقول إيه؟ قول تاني، توقيع مين؟ توقيع رئيس الجمهورية الإسلامية اللي هو مش فارق معاه أي دولة عربية، باشا يعني. أما في نص البيان أكد إنه هيحارب الاستعمار بكل أشكاله، تقريبا دي الحرب العالمية الثالثة، مجنون على الآخر. واتحكم عليه بالإعدام يوم 31 مايو سنة 1975، وفي يوم 11 أكتوبر في نفس السنة اتنفذ فيه حكم الإعدام. أما باقي عناصر التنظيم اتحكم على 29 منهم بالسجن، واتحكم بالبراءة ل60 شاب تانيين. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.